السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب قبل ما أبدأ حديثي أتوجه بالشكر إلى القيادة السياسية، إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجل مصر الأول، حافظ مصر وحافظ الأمن والأمان في مصر. الرجل اللي خلى مصر اتنقلت في حتة تاني في الأمن والأمان والطرق وجميع ما يشمل الدولة. أتوجه بالشكر إلى جميع النواب اللي حلفهم الحظ إنه الانتخابات هتتعاد من تاني. أتوجه لهم بالشكر جميعا، وأنا مش ضد أي نايب أو نائبي، أنا مع الجميع، ولكن هو عملية انتماء وعملية حب. أنت قلبك مع مين ودعمك المين. أنا ماليش خلاف مع حد أو ليا جدال مع حد، أنا بحب الجميع، ولكن انتمائي وحبي لمين. أنا أكون صريح، أنا كان في الجولة الأولى كان أكتر من نائب أنا أعرفه معرفة شخصية، معرفش صوتي أديه لمين، معرفش إنه لو اديت صوت ده وقابلني نايب في الشارع أو قابلني نايب في الطريق هيقول لي أديتني، هقول له إيه؟ هكذب عليه وأقول له أنا أديتك؟ لا، أنا ما بحبش كده، أنا أحب أكون صريح وواضح. الجولة الأولى ما رحتش عشان أنا أكتر من نايب يعرفني معرفة شخصية، فعشان كده عفيت نفسي من الإحراج. في المرحلة وتجديد الثقة بان دعمي لنائب معين، بان دعمي وحبي لنائب معين، ورغم انه احب جميع النواب واعز جميع النواب، ولكن في الجولة الثانية بان واحد من مركز ابو تشت وبان واحد من مركز فرشوط، وجميع النواب في مركز فرشوط لهم كل الاحترام والتقدير، وجميع النواب لهم في مركز أبو تشت لهم الاحترام والتقدير. ولكن هل هني حبك وانتمائك هيروح فيه؟ أكيد كان هيروح لأحمد بيه الدربي، أكيد. علاقة موثقة من الآباء، حب موجود، حاجة ربانية. رغم انه انا قابلته مقابله واحده بس اللي هي كان لقائي معاه في صمهود، قابلته مقابله خش القلب. لقيته بيقابل الناس بكل ود وكل احترام وكل تقدير، صدره ووشه وشكله محترم. لما تجي تسمع سيرته في الشارع تلقاه خدوم، لما تسمع انه ده بيتكلم عليه انه ده خدمني، ده وقف جنبي، ده ساعدني، ده ايا كان، كان كده لازم انه حبي هيروح لاحمد بيه الدربي. وانا عند موقفي وعمر الاراء كل شيء اتغير حواليك انك تتغير عن مبدأك وتتغير عن اللي انت رباك عليه ابائك واجدادك. انا من هني بوثق تأييدي الكامل لأحمد بيه الدربي، بوثق تأييدي الكامل لصلاح أبو الليل، بوثق تأييدي الكامل للنائبة رضوى الدربي، بوثق نائبي الكامل إلى إعصام بركات، بوثق تأييدي الكامل لجميع النواب بدون خلاف. ولكن أكون صريح وأكون قايل الكلمة الواحدة، انتمائي وانا واقف، وزي ما قلتي انا معاك يا احمد بيه من البداية حتى النهاية، واكررها تاني، انا معاك يا احمد بيه من البداية حتى النهاية، ومعاك يا صلاح بيه من البداية حتى النهاية، عشان دول اللي ربونا عليه ابائني، ودايما احنا خدنا طريق بنكمله للنهاية. اذا كان طريق مفرح وربنا يكمله بالفرح، وإذا كان طريق خطر هنكمله برضك للنهاية. احنا معاكم ومأيدينكم قلبا وقالب للنهاية، وربنا يوفقك يا أحمد بيه الضرابي، وربنا يوفقك يا صلاح بيه،
وربنا بإذن الله مع الجميع. وده ما يزعلش أي نايب من بيومة أبو العمدي، بل إذا كملت المسيرة أكملها من البداية، يكون شفاف وواضح قدام الجميع، يا إمي أكون لئيم وفكدي وما ينفعش. أنا سلكت في الجولة الثانية دور إنه ثابت مع أحمد بيه الضرابي، وما زال في الدورة الأولى بالوقت اللي حصل وبالطريقة اللي وصلنا ليها الآن بعد إعادة الانتخابات، برضك على مبدأ ثابت مع أحمد بيه الدربي ومع صلاح أبو الليل، وربك الموفق للجميع. وأتمني لأي نايب ينجح، وأتمني لأي نايب يحالف الحظ أتمنى له ورب توفيق والنجاح. ده لمركز أبو تشت وفرشور أتمني للجميع التوفيق، ولكن أنا على مبدأ ثابت وعمره ما يتغير. وهقولها لك للآخر، للآخر يا أحمد بيه الضرابي، بيومة أبو العمدة معاك من البداية حتى النهاية. وهقولها لك يا صلاح بيه، أنا معاك من البداية حتى النهاية. تحياتي للجميع والله الموفق.